التغييرات كانت للحسن للزمالك مفيش كلام، لان الاثنين اللي خرجوا احمد جعفر وحسين حمدي لم يكونوا في الصوره المطلوبه كرأسي حربه ثابتين يعني. ما اثمروش ولا انتجوش اي حاجه ولا شكلوا خطوره. لكن لما نزل احمد حسن في الدقيقه الثامنه غير سرع من الاداء بقى اسرع. وبعدين بقى اللعيب اللي زي احمد حسن اللي عنده خبره لما بينزل بيشد اللي حواليه، يعني اللي حواليه هادي هو بيسخنهم وبيخليهم يلعبوا للاحسن. الرزاق لما نزل اتحرك كويس جدا في ال20 ياردة الاخرانيه، بقى في قوه، بقى في سرعه، بقى في يعني عمل زي ما بيقولوا ايه دوشه لمدافعي المصري ما كانتش موجوده طول الوقت، فاثر عليهم. يعني يمكن في كورتين ثلاثه كان ممكن الزمالك يجيبهم اجوال من رزاق. يعني رزاق بيتحرك بيلعبها بالعرض، بتيجي للشيكابالا بيشوطها جنب القائم. نزول فتح الله كان لازم ينزل من بدري، لان مشكله نادي الزمالك النهارده ثلاثي نص الملعب. ثلاثي نص الملعب شبه بعض في اللعب، يعني كلهم لعبهم على نمط واحد، السرعه واحده، الباصه، فده طبعا بيأثر. لازم يبقى في تنوع في الاداء من اللاعبين، يعني التوليفه لازم يبقى في واحد بيباص طويل، واحد بيشوط، واحد بيرقص، لازم يبقى متنوعه. بجانب الناحيه الدفاعيه ده هم بينطبق عليهم الناحيه الدفاعيه الثلاثه، لكن لما بياخدوا الكوره عندهم المشكله ان بابا اباصي فين، اباصي ازاي، ابقى شايف قبل ما تجيلي الكوره زميلي فين عشان تسهل المأموريه. فالثلاثي مشكله نادي الزمالك النهارده كان الثلاثي. كان ممكن فتح الله ينزل من فتره طويله قبل كده عشان يعالج العمق الدفاعي، عشان يعالج العمق الدفاعي ويوجه اللعيبه دي، الشباب دول اللي بيجروا الحاجات دي. لكن انا بقول ان الزمالك لعب اخر 10 دقائق كويس جدا الشوط الثاني، الشوط الاولاني اخر ربع ساعه لعبه كويس جدا. المصري طول الوقت بيؤدي 70-75% من الاداء، بيضغط على لعيبه الزمالك في كل منطقه، بيحاول يقطع الكوره، بيحاول الضغط ده الضغط لغايه عبد الواحد طول الملعب، وده عمليه صعبه جدا. كانت دي تخدع عبد الواحد السيد، لكن جت في العارضه وطلعت خارج صعب يا كابتن خالد ان فرقه تلعب ضغط طول الملعب، صعب جدا، عايزه لياقه بدنيه كمان عاليه جدا، بدنيه فائقه. النهارده المصري يمكن يوم حرس الحدود لعب الشوط الاولاني كده، النهارده بيلعب مثلا معظم الوقت وبيأدي اختلاف طبعا بين لاعبي الزمالك وبين حرس الحدود، اختلاف ان ناس يعني مثلا شيكابالا النهارده نجم بس بيلعب على فترات، يعني لازم يأدي اكتر، والحيويه اكتر، والاستمراريه في الاداء اكتر. رؤوس الحربه لازم يبقى لهم حل، لازم يبقى في راس حربه، يعني احمد جعفر راس حربه لازم يبقى يعني يتطور عن كده، يلعب عن كده، يشتغل عن كده، لان انت راس حربه نادي الزمالك. تمام.